السلام عليكم، كيفكن يا حلوين؟ اشتقت لكم كتير كتير كتير. اليوم رجعت لكم انا بوصفة جديدة. بدنا نعمل مع بعض كرات الريديس او الجمبري، او في ناس بسموه شو كمان بسموه؟ احنا بنسميه بلبنان ريديس، في ناس بسموه جمبري، وفي ناس بسموه شو بسموه بعد عندكم؟ والله نسيت. الروبيان او روبيان، صح؟ بفتكر اسمه الروبيان. ماشي يا حلوين. اذا انا عندي هون كمية من القريدس. هيدول القريدس بيجوا هن مسلوق، ويعني بيكون هو سلقينه مقشرينه مسلوق. اوكي، شايفينه هيك صغير حبته، او فيكم انتو تجيبوا كبير، مهم يكون الكمية نفسها. كمان عندي هون ذرة، وعندي كمان كمية من البصل والثوم. عندي هون بصلتين وحبتين توم، اذا حبتين بصل حبتين توم بالضبط. عندي 200 جرام من الريديس، وعندي 250 جرام من الذرة. احط الريديس والبصل والثوم اطحنهم على ناعم ناعم، عشان بدنا نعملهم هلا مثل الكرات. فاذا هحطهم بالمطحنه الميكسر بلندر واطحنهم هيدول على الناعم، والبصلتين وحبتين الثوم على الناعم. بدي استعمل كرفس. هلا انا عندي هيدا كرفس يعني مقطع ومفرز، بيكونوا بنشفوه. يا بتستعملوا كرفس يعني فريش طازج كرفس، يا اما فيكم تستعملوه هيك بودرة او مجفف او مثل هالنوع نفس الشيء. ويلي ما عنده كرفس يستبدله بكزبرة خضراء. اذا يلي ما عنده كرفس في يستبدله بكزبرة خضراء. كمان طحين، بدنا نستعمل طحين، هي بدها تلم هلا العجينة لما نقليها. وعندي كمان بيضة وحدة، كمان بنستعمل وحدة بيض لتقدر تلم العجينة. وعنا حر، انتو فيكم تستعملوا اي نوع حر بتحبوه، هريسة اي شيء، المهم هيك حر مطحون. ماشي. هلا بنفس الوعاء طريقة كتير سهلة، حندلق كل شيء. عنا القريديس حنحطهم يلي قطعناهم، بدنا نحط عليهم البصل والثوم دغري فوقهم. اذا هيك صار عنا البصل والثوم والقريديس. يلا هلا حان نكسر البيض، وبدنا نخلطها يعني لحالها، عشان بعدين بدنا نحطها فوق الخليط. اذا هنخلط البيضة منيح. بهيدا الشكل. وهلا بعدين بدنا نحطها فوق خليط الريديس مع البصل والثوم. ايوه بهيدا الشكل. شايفينها الالوان شو حلوة؟ واو. هلا يلي بدنا نعمله، بدنا نحط طحين وننخله نخل عشان ما يطلع هيك معجن عندكم تكتلات. فاذا بهيدا الشكل بدنا ننخل الطحين فوقهم. يا سلام يا عبد. اليوم الوصفة وصفة جوزي. الاكل طيب والطعمة طيبة، بس الطريقة لا والله كتير 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 طيبة، حتعجبكم ان شاء الله. بس قلت اليوم انا باخد راحة، انا بصور وهو بيطبق. اذا هيك بننزل الطحين فوقهم. اوكي، بدي بلش نزل عليهم الذرة. اوكي، بننزل الذرة وبنقلب. اذا شايفين كيف صار عندي هيك شوي من الطحين، يعني ما بدها تكون كلها هيك معجنه، ما بدها تكون قصدي كتير مرقه. اوكي، مثل ما شايفين ما فيها اي مرقه يعني، فبدها تكون بهيدا الشكل. هلا من بعد ما خلطناهم هيك، اذا هلا بدنا نبلش ننزل عليهم الاشياء. بدنا نحط معلقه صغيره شاي حر، اذا مثل ما اتفقنا اي نوع حر مطحون عندكم بينفع. اذا معلقه صغيره حار. بدنا نحط معلقه صغيره جوزة الطيب او نتماج، مثل في ناس بيسموها نتماج جوزة الطيب، كمان معلقة صغيرة. وبدنا نحط معلقة صغيرة كركم او عقد الصفراء. وبدنا نحط معلقة صغيرة كزبرة ناشفة. شايفين بهاراتها كتير قليلة، اذا كزبرة ناشفة. وعنا جوزة الطيب حر وكركم. وبدي احط معلقة صغيرة من الكرفس، اذا عندكم كرفس مثل ما قلنا سوري. وبدنا نحط معلقتين من الكرفس، او فيكم تحطوا كزبرة مثل ما اتفقنا، كزبرة خضراء نفس الشي. انا هحط كرفس. احنا حطينا هيك كرفس. بدنا نملح، اكيد بدنا نحط شوية ملح
ما بكتر انا ملح لانه نوع هذا الحر انا اللي عندي بيجي هو فيه مملح، اكيد كمان الهريسة بتيجي كمان مملحة، فانتبهوا. اذا انا عم ضيف هلا الملح. اوكي، وهلا بدنا نخلطهم كتير منيح لهيدا الخليط. وصار هلا جاهز انه بدنا يلي بدنا نعمله، بدنا نحمي الزيت وبدنا نبلش ننزل هدول الكرات كيف الفلافل او هيك بهيدا الشكل، بدنا نقليهم زي الكرات يعني. طيب هلا عنا صار الميكس جاهز، النار صارت عنا حامية، فيكم تشيلوا باي شيء عندكم. احنا مثلا عنا تعيت البوظة، اوكي شايفين اي شيء، او اذا عندكم مثلا كمان، او اذا عندكم تعيت الفلافل يعني نفس الشيء. مهم انه هيك تطلع شيب، مهم انه يطلع الشيب مثل الكرة مثل ما شايفين هون عندكم. اذا احنا عم نعملها ما تكبروها كتير، اوكي شايفين البول تعيت البوظة بتأدي، فما تكبروها كتير. يلا هلا اذا حنحطها بالزيت الحامي. بسم الله. اذا مثل ما شايفين بهيك الشكل بدنا نبلش نقليهم طابة ورا طابة. اذا هيك صار عندي كمية من الطابات، بدنا ننتبه انه ما يحترقوا ونقلبهم بالوقت الصحيح يعني. اوكي هلا صار فينا نبلش نقلبهم. شايفين لما ياخدوا هيك لون احمر يعني صار لازم نقلبهم. I gave you the other thing. فبده واحد يحط يبرم يعني ما يطول ويشيل بعد شوي عشان ما يحترقوا، اوكي. لانه عنا تقريبا عنا قلت لكم القريدس مستوي يعني بيكون مسلوق، فبس بدنا انه البيض ينقلى هيك شوي والبصل والثوم بلشت تستوي خلص تقريبا استوت، صار فينا نرفعها. اوكي هيدي صارت جاهزة. هلا صار فيني انا اول شي بحب دايما احط اي شي مقلي على ورق يعني عشان يشرب منه الزيت، وبعدين بحطه بشي للتقديم. عرفتوا كيف؟ بحطه بحس هيك انه بيطلع صحي اكتر انه واحد يحط على جنب اول شي هيك بورقة وبعدين بيقدمهم. شايفين شكلهم شو حلو؟ شرفكن. مين شايف شكلهم شو حلو عن جد؟ انهم كتير 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 طيبين، بعقدوا هدول يمكن اكتر شي كرات مفضلة عندي عن جد، كلنا بنحبهم كتير وطعمتهم بتعقد. وعلى فكرة هاي الأكلة إندونيسية. طيب أنا هلأ بلاقيكم بطريقة التقديم، إن شاء الله تكون عجبكم جوزي بالمطبخ. شو رأيكم بطبخه؟ علقولوا باللايك يا كومنت يا شير. بتحسوا جوزي شيف ولا ما شيف؟ بتضلكن علي أنا ولا بنقلب لقاله يصير هو الشيف؟ يلا خليكن انتوا تحكموا. ماشي يا حلوين، بلاقيكم لكان ان شاء الله وقت التقديم. ما تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب من آيز كيتشن. بقلكن مع السلامة. مع السلامة.